وللمزيد ينضم إلي من غازي عنتاب القيادي في الجيش الوطني السوري السيد هشام سكيف. سيد هشام، بداية أرحب بك في سياق هذه الساعات الإخبارية، ودعني في البداية أتناول معك أهم الملفات التي يراها الجيش السوري الوطني بأنها تشكل أولوية ويجب التعامل معها. أسعد الله صباحك وصباح المشاهدين عزيزي أحمد. أهلا بك. طبعا أهم الملفات الآن المطروحة على أعتاقنا، يعني نحن الجيش الوطني، هي معركة توحيد سوريا. الآن تنظيم البكك، ويعني الذي يختبئ كان وراء اسم قسد، وهو عار علينا كسوريين أن نحتوي هذا الاسم. هو تنظيم إرهابي بكك ثم انقلب إلى يبكة. الآن معركة تحرير سوريا هي العبء الأكبر الذي يخوضه الجيش الوطني غرفة عملية فجر الحرية، وأيضا إدارة عمليات ردع العدوان. نقول لمظلوم عبدي وإلهام أحمد، يعني مهما بلغ الدعم الأوروبي لكم، مهما بلغ الدعم الأمريكي لكم، لا، إذا لم يدعمكم شعبكم فأنتم في العراء. والآن بدأت أوراق التوت تسقط تباعا عن هذا التنظيم. ألمانيا قالت كلمتها وأمريكا على الطريق. إذا بالنهاية هذا الكيان سوف يسقط وتتوحد سوريا. معركة توحيد سوريا مستمرة ولن تتوقف. يعني بالأمس خضنا معارك على جسر قرقوزاق في منبج، وقمنا بتمشيط منبج من الأنفاق التي كانت يهاجمون فيها سد تشرين ويعطلون فيها ضخ المياه. أيضا التحصينات أو الإمدادات بدأت تصل أو تتحضر إلى معركة عين عرب كوباني. إذا لن ندع هذا التنظيم يهنأ بأرضنا السورية، سنوحد أرضنا السورية، ولن ندعه أيضا يتفرد لا بحكم ذاتي ولا بمقدرات سوريا. سوريا تحصل فيها على القمح في الحسكة. الجزيرة السورية هي أكبر مصدر للقمح وللقطن. سوريا فيها حقول غاز ونفط، كلها تحت سيطرة هذا التنظيم الإرهابي، ويسرقها ويرسلها إلى عملياته الإرهابية في قنديل والعالم كله. إذن ليعلم مسؤولو هذا التنظيم أن الساعة حانت ودقت ساعتهم، وما هي إلا ساعات. ولن نقول يعني سندق حصونهم، ولكن أرض المعركة هي التي ستتحدث وليس الشاشات. نعم، كقيادات في الجيش الوطني السوري، يعني ما هي قراءتكم الاستشرافية لما يتعلق بالمؤسسة العسكرية التي خلفها من بعده نظام الأسد؟ هناك خبرات في الجيش السوري متمثلة في السلاح الجوي والسلاح البحري والسلاح البري، كيف تنظرون لهذه المؤسسة؟ هذه المؤسسة ليست ملكا لبشار الأسد ولا لحافظ الأسد. هذه المؤسسة دفع أبناء الشعب السوري ثمنها، للأعجوبة التي بهذا الزمان أن هذا السلاح استخدم لقتل من دفع ثمنه. هذا كان قبل الثورة وأثناء الثورة. أما بعد الثورة ونجاحها وسقوط نظام بشار الأسد، هذا الجيش هو جيش البلاد. هذا السلاح هو سلاح الشعب السوري، ملك الشعب السوري. كل لم تلطخ يديه بالدماء ندعوه للعودة إلى الخدمة. سوف نعيد المنشقين، ضباطنا المنشقين الموجودين في ربوع الوطن، كان في الجيش الحر وفي الجيش الوطني طبعا، وفي من هو خارج العمل الآن، ندعوه للعودة وبناء الجيش السوري الذي هو في خدمة الشعب وليس في خدمة لا الرئيس ولا النظام. إذن نتعامل، هذا السلاح ملك الشعب السوري. الجيش السوري الجديد لن يكون في خدمة أحد إلا الشعب السوري لصيانة الحدود. الضباط المشقون هم على رأس من سيعود ليقود هذه المؤسسة، لأنهم الضباط الشرفاء الذين رفضوا إطلاق النار على شعبهم وقتل شعبهم. من لم تتلطخ يديه في الدماء ورفض أوامر القتل أو لم يشارك في هذه العمليات هو مرحب به ببناء جيش سوريا. أما المجرمون الذين أصدروا أوامر القتل فمكانهم ليس المؤسسة العسكرية،
مكانهم المحاكمات التي ستقضي عليهم، لأنهم قتلت الشعب السوري. من كان يصدر أوامر القصف، من كان يصدر أوامر القتل للشعب، قصف المدنيين، البراميل المتفجرة، هؤلاء الضباط الكبار، ضباط الأمراء وقادة التشكيلات الكبرى والألوية والعمداء، كل هذه الطغمة الفاسدة القاتلة سوف تحاكم. أما باقي أفراد ومرتبات الجيش ممن لم يشارك في عمليات القتل، هو طبعا سيشارك في بناء الجيش السوري، لكن على رأس هذا الجيش السوري الجديد هم الضباط الشرفاء المشقون الذين شرفونا بانشقاقهم ورفضوا قتل الشعب السوري. هذه نظرتنا للجيش القادم إن شاء الله، جيش غير طائفي، لا ينظر بطائفية. وبالتالي العقيدة الجديدة رئيس، للجيش السوري الجديد كيف الشعب. ستكون سيد هشام وفقا للآليات المتبعة من القيادات الحالية؟ عقيدتنا القتالية طبعا نحن نعيش مرحلة انتقالية الآن، ثم ننتقل إلى الدولة. الدولة السورية الحديثة إن شاء الله سوف تكون مسالمة لجيرانها، لن تكون معادية لجيرانها كما كان حافظ الأسد وبشار الأسد يكيد المكائد ويصطنع الجرائم ويتدخل في العراق ويتدخل في لبنان ويتدخل في الخليج ويتدخل في تركيا ويرسل مجرمين إلى تركيا ويرسل مجرمين إلى الخليج. هذا العهد انتهى. سوف تكون الدولة السورية الجديدة وجيشها الجديد يؤمن بعقيدة هي حماية الحدود من أي اعتداء، وأيضا لديه عقيدة أنه لن يحمي نظاما، لن يحمي رئيسا، بل هو يحمي الشعب ولن يقتل الشعب. هذه مبادئ عليا للعقيدة القتالية الجديدة التي ننتظر أن تكون إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة والسنوات القادمة بناء الجيش. نعم، سنعيد ربط الجيش في الشعب وليس في رئيس أو في نظام حكم. أشكرك جزيل الشكر من غازي عنتاب القيادي في الجيش الوطني السوري السيد هشام سكيف على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا. كل الشكر لك عزيزي.